مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أن تنظروا بإمعان في واقع الحياة اليومية. هكذا خاطبنا سائق اللاند روفر الذي صاحبنا في رحلة هذه عند وصولنا إلى محبس. ومما يصدم المشاهد لأول وهلة تلك الشعارات البارزة على جدران المنازل والمؤيدة في عباراتها للجبهة الشعبية بوليساريو. كما نشاهد بدون انقطاع سيارات اللاند روفر في ذهاب وإياب تاركة وراءها سحابا كثيفا من الغبار. شيوخ بملابسهم يرحبون بالزائر ويتتبعون تحركاته بكل اهتمام. إنك تتوسم فيهم الحزم والعزم والإيمان الراسخ بعدالة قضيتهم. كما وجودهم في هذه المنطقة إلا دليل قاطع يؤكد اختيارهم للقضية العاجلة المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كان الثمن. وهنا أيضا يرفرف العلم الصحراوي عاليا في هذه القلعة. والشيء المثير للانتباه هو أنك لا تشاهد إنسانا سواء كان شابا أو شيخا بدون سلاح. إنهم قدموا من المناطق التي احتلها الغزاة والتحقوا بصفوف الجبهة لأنهم اختاروا طريق الكفاح، لأن الحرية لا تعطى بل تؤخذ بحد السلاح. هكذا يتسابقون لعبتك عند الدخول في الحديث معهم. وفي اليوم الثاني من وصولنا ساعدنا الحظ تلك الشاحنات المغربية التي وقعت في قبضة ثوار خلال إحدى العمليات في الطريق الرابط زاك بالعيون، فأوتي بحمولتها وأسير من كان على متنها. وكانت هذه الفرصة مواتية للدخول في حديث صريح مع مجموعة من رجال البوليساريو. من عند العمليات اللي غزو المسؤول وجينا جايين غزاوانين، احنا معتدين جينا ها أرضنا، وإحنا يعرفوا هما عنا ما لا يتنازلوا عنا. قد مثقال ذرة من هاي الأرض شبر واحد ما يتنازلوا عنه. وهم ما محاسبين هاي الدولة اللي هي محاسبينها قاع دولة. الملك ولا الخيطير والزابده ما محاسبين هاي الدولة انها دولة. هاي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الذهب ومسير الشرعي لهذا الشعب العظيم، بشبابه بكبيره بصغيره بوسطيه بمرته. لك سمعت واحنا كيف الناس أوريك من عاد بل هذو الثوار اللي يكافحوا في هذا المغرب والموريتان. وإحنا ما ندور واحد يعطينا الحرية بذيك الحال، ندوروا نحكموها بالمندوقية، نحكموها بها. سمعت اسوء من أحد وكره من كره، مفهوم؟ أو بذيك من السبب ذيك هي يحسبونا إحنا اليوم ما قادرنا ما انتم طالبين هذا الشيء لين ما يبقى منا، ولو ما يبقى منا الشير والعزوز انتم نكافح على ارضنا. واحد جايين من العمليه، جايين من ترجع جايين ونرجع ان شاء الله. وحنا هاي ان شاء الله فينا بشيبنا نخبطوا وبعزايزنا رجالتنا وعلياتنا وشاشتنا العدو يقدروا يحملوا السلاح وراهم طالعين الاجمل وراهم يكافح على ارضهم. وبلاش مين حد اللي بقى ما يسمع ما قادين. احنا ما البر ما هي عندنا، والغنم ما هي عندنا، والحمير ما هم عندنا، ولا عندنا ما هو شيء المطيره. والله الارض اللي باقي حد له يقلع منا احنا ما نعاطينها، ما نعطوه ابدا، ما نتنازلوا عن شبر. هاي ثروات اللي عندنا احنا نعطوها لنا مولانا، وبلاش مين حد ما نعطوها. سمعتوا احنا هاوضريك جينا الا نزوروا عائلتنا ومرجعين جايسين ان شاء الله العمليات في المغرب
في الموريتان ومتفرقين على هذا الدول السنتين. رانا ناجحين ان شاء الله، وما حمدنا مولانا وشكرناه، ما عندنا كون نحمدوا مولانا ونشكروه، ما لنا ظالمين حد، ما نعتدى على مسلم مولانا يقول لا اله الا الله جاي ما نشوف بالمكان، ولا نعذبوه ولا نبطوه ولا نقتلوه. انسان جانا فرضنا يعرف عنه لا نقتلوه ونعذبوه ونهينوه ونقطعوا لحمه وباطنه وكلوه. ايوه هذا هو اللي بعد. والسلام عليكم. هذا رانا مجدينه شيبنا اللي وطني نحروا بالكفاح وبالموت بقطيع الرقاء وبقليع العينين، كيف يواسلنا المغرب وكيف يواسلنا موريتان. هذا رانا ننتفاو عن آخرين عن آخرين عن آخرين عن آخرين عن آخرين. البندقية اكبرنا بها، اكبرنا بالكفاح ومد المدافع. شوف بالكفاح في اللي يسبق ذا اكبرت به عن ترابي الى ان آخرين ننتهى. حتى النصر ان شاء الله، النصر ان شاء الله هو اللي ندور. حتى النصر ان شاء الله. هذا مظلومين، هذه الأرض اللي هي ما خالق حد له طاي يقول العترة موتات فيها ما وحنا ما فينا ما هو يحسب إلى 20 إلى 25 إلى 30 100,000 إلى ضل على الكفاح. لا خالق حما فيه ونخلينا ما زنا، لكن كنا نعدلوا لين كنا نعدلوا إلى نفناو الآخرين فيه. وعمر هذه الدول عاونتنا وكفر خيرها اللي جورتها مظلومين متباركة مع ظلمة تقلعها عنا. الله يعمرها ولا ننساه فيها، ورانا مشاركينها 100%، ورانا ما نزوزوها حتى احنا مولي نساوي عليها وحالنا لها وأعمارنا لها مولي مساعدتنا هو. وعرفنا على المسلمين راح المسلمين وين ما عاد الا ذوك اللي يعينوا المسلمين. الله يعينه ويعينها ان شاء الله. هو هذا مكة. لا اله الا الله رسول الله. احنا يقال اهل الصحراء واهل الصحراء قلعوها من معرف واولاد السنان واولاد سالم ومن القبائل على قده والعربان رعاد تاكي فيها ما قد ززناها. تواريخ في تواريخ يعطوها وايل لوايل، وهي شجارتنا وهي ارضنا وهي مسكننا وراء جدودنا متكين فيها، ونفنا وعن اخيرنا ما زناها. هذا رايك. ويظلمون اخوتنا المسلمين اللي كنا قايلين عنهم مسلمين، ويظلمون الظلم والجور. نضى الله بالشريعه وبالقوانين، واللي راينا من اللي عانا عرفنا انه مسلم مولانا. الجزائر خصيه يعمرهم ويعينهم، ونفنا وفرضنا ونفنا معاهم على كل ما هي صفه جاونا عليها. وبارك الله في الساق.